السلام عليكم. تصريح خطير من اللاعب المغربي النهارده. محمد الشيبي بيفاجئ النادي الاهلي وحسين الشحات بعد ايقافه، وبيفضح اداره نادي بيراميدز للمره التانيه بسبب النادي الاهلي، وكمان بيوجه رساله قويه جدا لجمهور نادي الزمالك عقب مباراه الزمالك وبيراميدز اللي كان بيشاهدها من المدرجات. تعالوا نشوف قال ايه، لكن خلينا ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. بعد إعلان الرابطة رسميا إيقاف اللاعب محمد الشيبي ل3 مباريات بسبب ما فعله مع حسين الشحات في مباراة الأهلي مع بيراميدز، واللي دخل عليه بتهور وعنف. دخل بقى النهاردة محمد الشيبي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية وقال: أنا فرحان بدعم جمهور الزمالك ليا. امبارح كان في مباراة للزمالك وبيراميدز، وهو ده الفرق ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك. جمهور الأهلي فعلا كان بيشتمني بوالدتي، وأنا كأي بني آدم ما كنتش بستحمل كده، لكن شفت دعم قوي وكبير قوي من جمهور الزمالك اللي أنا بشكرهم قوي على دعمهم ده. أنا كنت موجود في المدرجات وهم ما توقفوش تماما عن إنهم يشجعوني، وإنهم كمان يشيدوا بيا، وإن هم بيقولوا لي إن الزمالك بابه مفتوح ليك في أي وقت، وإنك تيجي فيه أكيد أنت لاعب كبير ويشرفنا وجودك. لكن أنا عايز أقول حاجة واقفة في زوري وعايز أقولها: أنا حزين للغاية لأني كنت السبب في هزيمة فريقي أمام النادي الأهلي. الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي كان خطأ فادح مني. أنا كل تركيزي كان خارج المباراة، وكنت مشتت وعصبي للغاية. لكن في صحفي مغربي قال له: إحنا شاهدنا حسين الشحات لما صفعك في العام الماضي، راح لك بعد المباراة وصالحك قدام الجميع، وانت تقبلت اعتذاره، فلماذا تدخلت عليه بعنف وبكل قوة وما سلمتش عليه حتى خلال المباراة؟ رد وقال إن إدارة بيراميدز هي اللي ضغطت عليا وعنفتني أيضا. كل هذا لأني كنت تقبلت اعتذاره في الأول. حسين الشحات بعد المباراة فعلا اعتذر لي وأنا كنت راضي، لكن هم أجبروني للذهاب إلى المحاكم المدنية لكي أحاكم حسين الشحات واخد حقي منه في المحاكم. هناك العديد من اللاعبين المغاربة الذين لعبوا في صفوف الأهلي وتدخلوا في هذا الأمر زي رضا سليم ووليد أزارو وبدر بنون. قالوا لي: لازم تصالح حسين الشحات وتتقبل اعتذاره وتتنازل عن القضايا في المحاكم. وكنت ناوي أعمل كده، لكن فعلا إدارة بيراميدز برئاسة ممدوح عيد هو اللي أصر على عدم تنازلي عن قضية حسين الشحات وعدم التصالح معه. كل هذا أتى وخلاني متوتر وعلى أعصابي في المباراة، وبالفعل أنا دخلت بتهور شديد على قدم حسين الشحات. ولما شفت اللقطة دي في الإعادة لومت نفسي قوي، وليه أنا أعمل في لعيب زيي؟ أنا ممكن يحصل لي أنا كمان كده، كان هيبقى إصابة كبيرة لي. وأنا بلغت إدارة بيراميدز إن أنا مش هقدر استمر مع بيراميدز، واحتمال كبير جدا لو جالي عرض من نادي الزمالك أكون موجود فيه، وأكيد اللي جاي